السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في قناتكم مات إي أنفو. في هذا الفيديو غنطرقوا القرعة ديال أمريكا، يعني أي حاجة غتحتاجها على قرعة أمريكا. أولا بالنسبة للشروط باش تمشي لأمريكا، الشروط غادي نكتب لكم الشروط. بالنسبة للشروط عندك خص يكون عندك شهادة الباك، شهادة البكالوريا هو الشروط. كاين الناس اللي ما عندهم الشهاده تيحتاج شي ديبلوم تكون عنده فيه واحد الخبره، ديبلوم معين تكون عنده خبره في مجال معين، ولكن هذا هو الشرط، يعني اللي هو باين اصلا شهاده الباك خص تكون عندك. ما عندكش خص يكون عندك ديبلوم، تما ديك الساعه كيقول لك الديبلوم الشروط اللي خصو يكونوا غيرها. هذا هو اول شرط، خص يكون عندك شهاده البكالوريا. بالنسبه للسن، السن غير محدد، يكون عندك اللي بغى يكون عندك، المهم خص غير تكون عندك شهاده البكالوريا. بالنسبه للتسجيل، بالنسبه للتسجيل التسجيل في قرعه ديال امريكا، بالنسبه للتسجيل راه كاين موقع خاص، موقع واحد اللي كاين موقع خاص، نحط لكم الرابط اسفل الفيديو، موقع خاص بالتسجيل كتدخل ليه، كتدخل المعلومات ديالك. بالنسبه للتسجيل شنو غتحتاج؟ غتحتاج الصوره ديالك، يعني غادي تمشي ملي غتمشي عند المصور غتقول ليه راه بغيت تصويره للقرعه ديال امريكا، باش يجيب لك واحد التصويره اللي هي مناسبه، لانه كاين شروط في الصوره ديال اللي غدير في قرعه امريكا، يعني فقط وكتدخل المعلومات ديالك، يعني اسم الشخصي راه كاين في داك الموقع، كتبع التعليمات فقط، اسم الشخصي العائلي السن ديالك وغيرها، كتبع واش متزوج غير متزوج، وكتبع التفاصيل اللي كاين في الموقع. الموقع هو خاص، واحد الموقع اللي كاين، ما كاينش بزاف ديال المواقع. مزيان، ملي كتسجل اش تيكون ملي كتسجل؟ كيعطيوك واحد الكود، تيعطيك واحد الكود، تعطيك واحد الكود كتحتفظ به، هذاك الكود كتحتفظ به. وقت ما خرجوا النتائج، كيخرجوا النتائج فاش؟ في شهر 5 كيخرجوا النتائج، كتدخل داك الكود اللي عطاوك، داك الكود اللي صيفطوا لك، كتحطوه في شي بلاصه، اما في الحاسوب ولا كتحطوه في التليفون ولا شي بلاصه في شي دوسي كتحطوه باش تحتفظ عليه دائما، باش ما يتوضرش ليك. وقت ما تيخرجوا النتائج، هذا الكود اللي عطاوك هو اللي كتدخل. وقت ما خرجوا النتائج غادي تلقى هذا الكود، هذا الكود اللي عطاوك، يعني انت دخلتي المعلومات ديال كاملين، الاسم الشخصي العائله كتبع فقط التعليمات، من بعد كيعطيك واحد الورقه، تيصيفطوا لك واحد الورقه، هذيك الورقه تيكون فيها واحد الكود، هو باش كتدخل باش كتشوف النتائج واش انت تهزيتي ولا ما تهزيتيش. صافي الاخوه الاخوات، الخطوه رقم 3، الخطوه 3 هو الاعلان على النتائج، الاعلان عن النتائج. هادشي كيتعلن عليه في شهر 5، شهر ماي، يعني في شهر 5 كيقول لك راه تعلنوا النتائج ديال القرعه ديال امريكا. ملي كيتعلنوا على النتائج اشنو غادي تحتاج؟ غادي تحتاج داك الكود اللي عطاوك ملي تسجلتي، واحد الورقه فيها الكود، في واحد الكود كتدخلو، هذاك الكود راه كتدخل نيت نفس الموقع، كتمشي كتدخل هذاك الكود، كتمشي واحد البلاصه راه تيقول لك دخل داك الكود، ملي كتدخلو عاد كطلع لك النتيجه، اما انك تهزيتي واما انك ما تهزيتيش. مزيان، نفترضوا انك ما تهزيتش، صافي كتمشي في حالك حتى العام الاخر ثاني وتسجل ثاني في قرعه ديال امريكا، لان امريكا كل سنه كتفتح، كدير القرعه الامريكا ل 50,000 مواطن من مختلف بقاع العالم، ولكن كاينين الدول اللي كيتم امريكا الحظر ديالهم. المهم كتبغي 50,000 مواطن من مختلف الجنسيات على الصعيد العالمي. الا ما لقيتيش سميتك اوتوماتيكيا كتمشي حتى العام الجاي، صافي كتمشي حتى العام الجاي وتسجل، نفس الشيء كما كيديروا بزاف ديال الناس من مختلف دول العالم. مزيان ايها الاخوه الاخوات، نفترضوا خرجات لك تقبلتي، هنا فاش كاين المشكل، مثلا تقبلتي،
اش تيوقع ملي الا جا بلاط تقبلتي، الا جا بلاط تقبلتي في داك الموقع كيعطيك واحد الاستماره، كيعطيك واحد الاستماره كتعمرها، استماره كتعمرها، استماره كتعمرها بالمعلومات ديالك، جميع التفاصيل ديالك، فين ساكن، فين كنتي اخر مره، فين هادي المستوى ديالك، فين كنتي هادي، فين كتعمرها بالمعلومات ديالك اوتوماتيكيا. بمجرد انك لقيتي سميتك، هادشي ما تعنيش انك 100% تقبلتي، وانما كاين احتمال، لانه هما تيبغيو 50,000 واحد باش كلشي الاخوه الاخوات، لان دابا هاد الخطوه هي اللي بزاف ما تعرفهاش. اما التسجيل كنعتقد ان الناس اللي جات تسجلوا عاودوا تسجلوا غيعرفوا، الناس اللي اول مره غيتسجلوا ما غاديش يعرفوا، راه كاين الخطوات راه بساط ماشي شي حاجه. ولكن هنا فاش تيكون المشكل، هنا فاش بزاف الناس ما تعرفوش. دابا امريكا كتبغي 50,000 واحد كل سنه، ياك؟ هما ما تيديروش 50، ما تيهزوش 50,000، تيديروا كثار، يقدروا يديروا 80,000 كاحتمال، لان كاين الناس اللي غتسجل وفي الاخر ما غاديش يبغي يمشي، كاين الناس اللي ما شافوا النتيجه وغيرها، لذلك كيديروا داك لا ديفرونس، كيديروا مثلا واحد العدد معين 80,000 ولا شحال غيديروا، انت يقدر تكون انت كتكون من ديك 80,000، ما عرفناش يقدر تقبل ولا ما تقبلش في الاخر. بمعنى الا لقيتي سميتك داك تمشي تبقى تزغرط وتبقى تغني وتقول لهم راه تقبلت في امريكا، بمعنى هنايا اون فوا تلقى سميتك حبس، كتمشي كتعمر واحد الاستماره، قد ما عمرتيها اقرب وقت قد ما تيكون مزيان. الا تعطلتي راه كتعطل على راسك. كتعمر هاد الاستماره، كتصيفطها لهم، يعني المعلومات ديال كاملين، يعني كتمشي وحده بوحده، تعطيها الوقت وحده بوحده عمر المعلومات ديالك. ملي كدير المصادقه ما تيبقاش عندك الحق انك مازال تبدل المعلومات. غادي تقول لي شنو غندير؟ كاين احتمالين، اما انك تصيفط لهم في البريد تقول لهم راه بيت نموديفي المعلومات وتيعطوك تبدل الموديفي، وهادي بزاف كينصحوا تيقول لك الا بمجرد انك دير هادي اوتوماتيكيا ما غاديش تقبل. الا مشيتي حتى موديفيتي ملي كدير المصادقه كتصيفط لهم تيصيفطوا كتموديفي المعلومات، اذا اوتوماتيكيا يعني هادي كمعلومات انها ما غاديش تقبل مازال، صعيب انك تقبل مازال. لذلك شنو هو الحل في حاله مثلا غلطتي؟ حتى كتمشي عندهم السفاره عاد كتقول لهم راه تيقول لك واش كاينه شي القنصليه عفوا تيقول لك مثلا واش بغيتي تبدل شي معلومه ولا لا، كتقول لهم ديك الساعه كتقول لهم راه بغيت نبدل المعلومه تتبدلها مزيان. ملي كتعمر هادي كتصيفطها لهم هاد الاستماره، يعني بمجرد انك كتقبل كتعمر المعلومات في هذيك الاستماره، المعلومات ديال كاملين كتصيفطهم لهم. ملي كتصيفط لهم ديك الاستماره من بعد كيقولوا لك الموعد. مزيان. المرحله الاخرى، هذه المرحله الاعلان النتائج حنا وريتكم، الا تقبلتي هي المرحله الرابعه اش غدير، هي المرحله الرابعه هادشي اللي غادي دير. ثم دابا المرحله الخامسه، الرونديفو، المرحله الخامسه ديال الموعد. صافي هما تسجلتي، صافي تقبلتي بشكل نهائي وبشكل رسمي، كتمشي للموعد، كتمشي حنا كنهضروا في المغرب بالنسبه للمغاربه كتمشيو لكازا، قنصليه في كازا، كتمشيو لكازا. تما في كازا كتمشي عندهم، خلاص راه تيبقى يسولوك وهادي، وكيطلبوا منك من بين الامور اللي غادي تحتاج هو الملف الطبي. كيمشي كيقول لك سير دوز، كتمشي كدوز عند الطبيب تيعطيك واحد الورقه كتديها لهم من تما، زعما واش انت خالي من الامراض المعديه. مزيان. دابا انت صافي الموعد وكيعطيوك الفيزا ديالك، صافي تيعطوك الفيزا. دونك حنا دابا وصلنا الفيزا، صافي مشيتي عند القنصليه، مشيتي دوزتي، عطيتهم داكشي الكامل اللي بغاو، يعني كتمشي عند القنصليه كيسولك وغيرها، تيقول لك فين عند من غتمشي، عند من غتمشي كذا، كتعطيهم المعلومات عند من غتمشي، اش من ولايه وغيرها، تيتاكدوا انك انت فعلا غتمشي عند شي حد تما في امريكا. نفترضوا انك ما كاينش شي واحد تما، راه كيعطي الله المغاربه في امريكا، تدخل على الفيسبوك كدير مع شي حد كصافي باش على اساس انك تمشي عنده. متفقين ايها الاخوه والاخوات؟ دونك هنا كنحاول نسربي باش ما تعطلش بزاف. كيعطوك الفيزا. هنا المرحله السادسه الفيزا، ملي كيعطوك الفيزا ديالك باش تخرج. ملي تيعطوك الفيزا اشنو كدير؟ كيحددوا لك 6 شهور، عندك 6 شهور باش انك تخرج من المغرب، الا كنتي في المغرب او اي بلد 6 اشهر باش تخرج. 6 اشهر باش ما خصكش تفوت، الا فتي 6 شهور صافي كتمشيك الفيزا، بمعنى تعطوك المهله ديال 6 شهور ما تفوتهاش. بمعنى كاين الناس اللي عندهم شي خدمه، كاين اللي عنده شي ظروف، كاين ما تفوت 6 شهور، 6 شهور ما تفوتهاش.
يعني انت خسر في 4 شهور، شهرين، في سيمانه وغيرها من الامور. صافي انت كتمشي وقت ما الظروف ديالك عندك الفيزا، صافي كتمشي لامريكا. مزيان. دونك ها انت بغيتي تمشي صافي الحاجه السابعه هي الا بغيتي تمشي لامريكا، صافي انت غادي لامريكا. الذهاب الى امريكا، صافي انت بغيتي تمشي. الا بغيتي تمشي كدير مع شي حد اما من العائله ديالك، اما من الاقارب، اما من الاصدقاء، اما من الصديقات، اما المهم شي حد كتكون كتعرفو تما، تيقول لك فين غادي تمشي عنده، اش من ولايه لعند فين كاين هو باش تمشي عنده. يعني عاد كتمشي كتقطع الطيارات ديالك وكتمشي عنده البلاصه فاش كاين، المدينه فاش كاين، الولايه فاش كاين، كتمشي عنده. متفقين ايها الاخوه والاخوات؟ كتمشي عنده هو بحال هو تيضمنك. كتمشي ديك الساعات، ملي كتمشي عنده ديك الساعات يقدر تبقى معاه شهر، يقدر شهرون، يقدر شهرين على ما تلقى الخدمه. صافي كتمشي كتريح معاه حتى كتولف الاجواء. مثلا يقدر يكون خوك، يقدر اختك، يقدر والديك، يقدر المهم يكون الفاميليا، يكون الاصدقاء، يقدر المهم تبقى مع واحد المهله معينه. تتبقى مع واحد المهله على حساب داكشي اللي على حساب داكشي العرف اللي كاين بينك وبين هذاك اللي تمشي عنده. من بعد اش كدير؟ كتدبر على الخدمه. الحاجه الثامنه العمل في امريكا. طريقة العمل في أمريكا هي الأجر مقابل العمل، بمعنى قد ما كتخدم قد ما كتخلص مزيان. يعني كاين الخدامي تما اللي فيهم الخدمة كتخدم تما بالساعات كتخلص فيهم كتر مزيان، كاين اللي كتخلص فيهم شوية إذا أنت وجهدك. في الأول غالبا في الأول من يلاه كتمشي كتكون خدام شي خدمة يقدر تبقى تديك 15 دولار الساعة ولا 20 دولار الساعة على حساب نوعية الخدمة اللي كدير. المهم انت كتعطى الله الخدمة تما كتدبر عليه. ممكن هذاك اللي مشيتي عنده هو يدبر لك على شي خدمة الا كيعرف شي حد تتمشي كتخدم سوبر مارشي، ممكن لي ريستو، المهم عطى الله فين تخدم. يعني ملي كتمشي عند هذاك اللي غتمشي عنده هو تيوريك القوالب، تيقول لك ها الخدمة، ها فين غتخدم وغيرها. ممكن انك تخدم تما في 2 خدامي 3 خدامي، المهم اللي عجبك كتخدم الساعة. الأجر مقابل العمل، الأجر مقابل العمل، الأجر مقابل العمل. تما الا بغيتي تمشي يعني الاجر مقابل العمل، ملي كتمشي لتما كتبقى مع داك فلان معين حتى كتدبر على الخدمه. ملي كتدبر الخدمه انت بغيتي تمشي تكري بوحدك ولا بغيتي تكري مع شي حد، عاد كتمشي كتكري. نفترض بغيتي تكري بوحدك، هذاك اللي غيكري ليك راه كيتاكد واش انت خدام ولا ما خدامش، ياك؟ دونك كما قلت لكم الاجر مقابل العمل، هادشي اللي كاين في امريكا، الاجر مقابل العمل. بمعنى انك خدمتي غتخلص، ما خدمتيش ما غاتخلص. ممكن تخدم عدد الساعات اللي بغيتي، منك يومين منك، المهم اللي بغيتي. وتما كتمشي كتخدم مع الشركات. ممكن يقسموا تما الشركات الى 3 انواع. كاينه الشركه اللي غترسمك غتبقى معاها تقول لك انا بغيتك ديما تخدم معايا، كتخدم معايا السوايع اللي خدمتي راه كتخلصهم، السوايع اللي ما خدمتيش راه ماش تخلص عليهم. كاين الشركات اللي كتقول لك انا كنحتاج غير انا غير ميوم، مثلا ممكن نخدمك انا غير 3 شهور ولا 4 شهور في العام وتنحبس. كاين الشركه اللي كتقول لك انا محتاج غير تبقى تخدم معايا شي 2 ولا 3 سوايع في اليوم، 3 سوايع ولا على اساس انه هما عندهم الخدامه. كيجيك مثلا بحال الا مثلا شي واحد ما بغاش يجي مثلا في شي 3 سوايع اخرى، شي واحد ما تيبغيش يكمل الساعات اكثر، تيحتاج مثلا 3 سوايع في العشيه ولا هكا، تيقول لك تخدم معاه. بما ان ديك الساعه انت وجهك كتشوف مع من تخدم، ديك الساعه راه كدير الوراق ديالك والكونت ديالك وغيرها وكتخلص وكتعيش. بالنسبه للمغرب الا بغيت ترجع للمغرب، دونك العمل باين كتكري، كتاكل الماكله ديالك. مثلا الكرا تما مثلا كنتي بوحدك على حساب الولايات تما، كاين الولايات اللي غاليين كاين الولايات اللي رخاص. ممكن نقولوا مثلا مشيتي شي بلاصه اللي هي رخيصه تلقاها بديك 700 دولار. الا كنتي بوحدك مثلا شقه فيها مثلا بيت على حساب الشخص واحد ممكن تلقاها ب 700 دولار 800 دولار. مثلا الاكل مثلا بيت تاكل تما تبقى يجي لك تقريبا ديك 500 دولار، المهم 500 600 400 دولار على حساب هادشي اللي غيدي لك الاكل تما. وكتعيش وكتصيفط لوالديك، كتصيفطها من التليفون، من التليفون فاش كتصيفط لوالديك ولا خوتك لهنا للمغرب كتصيفط لهم تما، كتدخل المعلومات ديالك راه تما راه كدير رقم الحساب ديالك وهذا كتصيفط لهم الفلوس داكشي اللي بغيتي تصيفط لهم. بالنسبه للمرحله التاسعه هي مثلا المغرب ترجع امتى تكون عندك الحق ترجع للمغرب، مثلا البلد ديالك مثلا هنا كنهضروا على المغرب. وقت ما بغيتي تجي للمغرب راه غتجي، غير الا جيتي للمغرب ما خصكش تفوت 6 شهور. مثلا مشيتي خدمتي تما عام عامين اللي بغيتي، وقت ما كتبغي تجي للمغرب غير ما تفوتش المده اللي غدوزها في المغرب، ما تفوت 6 شهور. الا فتي 6 شهور خصك تمشي تبرر لهم
فين كنتي، قول لهم اش هما الاسباب اللي خلوك انك تفوت 6 شهور. قول لهم شي مبررات الا كانوا منطقيه يخلوك، كانوا ما كانوش مبررات منطقيه غادي يقول لك سير بحال هكا، انت ما عجبكش ميريكان، انت كتحيد الفرصه للناس الاخرين. اذا الاخوان الاخوان هادشي تيخص هذا. وكتعيش بالنسبه للمده باش يعطوك الجنسيه عندك 5 سنوات. الجنسيه باش يعطوك الجنسيه ديالك، اخر مرحله هي الجنسيه، هي عندك تقريبا اقل من 5 سنوات، 5 سنوات تقريبا باش يعطوك الجنسيه ديالك. الى الطريقه كيفاش كيحسبوها هي يعني عدد الايام اللي دوزتي في امريكا. مثلا افترضوا انك انت مره كتجي للمغرب، تجي كدوز مثلا كل عام كدوز شهر في المغرب، هذيك الشهر كتنقص لك، يعني كيحسبوا لك انك دوزتي في امريكا 11 شهر. نفترض انك كل عام كدوز شهرين في المغرب، اذا 10 اشهر هذيك، يعني يحسبها 10 اشهر 10 اشهر، وكتحسب الاشهر حتى كتوصل 5 سنوات تقريبا، 5 سنوات قل عاد حتى كتوصلها. يعني هذه الطريقه باش كيخدموا، ماشي انك اليوم مثلا في 2025 خرجتي من المغرب مثلا وانت جاي كدوز هنا 4 شهور وكتمشي للهي وتجي وكتقول بلاتي نوصل 2030 وغيحسبوا لي 5 سنين. لا، ماشي هذه الطريقه باش كيحسبوها، وانما كيحسبوها بعدد الايام اللي دوزتي في امريكا. نفترضوا انك كدوز في المغرب شهرين كل سنه ولا 3 شهور في السنه، وكدوز في امريكا 9 شهور، يعني هاد 9 شهور العام الاخر 9 شهور هي 18 شهر الاخر، يعني يلاه هادي شحال تقريبا عام ونص. العام الاخر هاد الطريقه باش كيتحسب. الاخوه الاخوات، انا كنتمنى التوفيق الجميع في قرعه امريكا، كنتمنى لكم ان شاء الله انكم توفقوا. وهذا الشيء فهي مساله حظ فقط، لانها هي قرعه ماشي شي حاجه كيتحكم فيها الواحد. كنتمنى التوفيق للجميع. غنحط لكم الرابط ديال التسجيل في قرعه امريكا. وبالنسبه للتسجيل كيكون كل في الشهر 11 من كل سنه، وكيسالي في الشهر 11. كيكون دائما التسجيل في بدايه الشهر 10 وتيسالي في الشهر 11. كنتمنى لكم التوفيق ايها الاخوه والاخوات، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.